مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الحرس المدني الإسباني قام بتوقيف زوجين فرنسيين وتم اعتقالهما. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. قال الحرس المدني الإسباني أنه قام بتوقيف زوجين فرنسيين في مرافق ميناء الجزيرة الخضراء بموجب أمر اعتقال وتسليم أوروبي، وبناء على الخطر المحيط بحياة الابن ديالهم. ووضح الحرس المدني الإسباني أن الزوجين كيعانيوا من مشاكل نفسية، وكانوا بجوج ناويين يصفيو الابن ديالهم البالغ من العمر 5 سنوات في الصحراء، وهما كيعتقدوا أنه ممسوس. وقالت لا غواريا سيفيل أنها تلقات قبل أيام طلبا للتعاون العاجل من الدرك الفرنسي باش يتم تحديد مكان زوجين فرنسيين واللي يمكن أنهما غيسافروا مع الابن ديالهم البالغ من العمر 5 سنوات إلى المغرب. وضافت أن الزوجين عندهم تاريخ نفسي ماشي هو هذاك، وكانوا بلغوا شخص آخر مقرب منهم بأنهما غيسافروا إلى الصحراء للتضحية بابنهما، وكيعتقدوا أنه ممسوس. وقالت أنه ثم وضع جهاز أمني واللي كيغطي نقاط الخروج من شبه الجزيرة إلى المغرب، وتم تحديد مكان الوالدين القصير في سيارة كانت على وشك التوجه إلى طنجة في مرافق ميناء الجزيرة الخضراء. وأكدت لا غوارديا سيفيل أن الزوجين موضوع مذكرة اعتقال أوروبية سارية المفعول، وتم القبض عليهم ووضعهم تحت تصرف السلطة القضائية واللي عطات الأمر ديالها بسجنهم. وأكدت أن الطفل كيتمتع بصحة جيدة، حيث تم نقله إلى ملجأ القاصرين لتلقي الرعاية وغيتم إعادته إلى بلده الأصلي.